مثل حكمهم. هذه بيوتنا واعراضنا ومساجدنا وديارنا، واللي جاي يريد يقتلنا بيوتنا ندافع عن انفسنا لو كان جاء بجيش ابو بكر الصديق مو بجيش هذا الكلب. الكل يسمع، الكل يسمع، والله الذي لا اله الا هو الا ندافع عن ديارنا لو جايين بجيش ابو بكر الصديق مو بجيش ابو بكر البغدادي. الكل يسمع وهذا الحق، وخلنا رقابنا مكانه. الكل هذا الموت يجي بليله، والله ما يعدي، والله ان جدك المنيه الا تروح. اقف وقول الحق ولا تخاف في الله لومة لائم. انا ابو بيت وجاي على بيتي. اما اليوم ندفن نسواننا، ندفن شبابنا، ندفن رجالنا، ندفن لانه احنا رضينا ننذبح مثل ما رضينا ننذبح مثل ما تنذبح العجل. يتحكم بينا وين ما اكو رذيل بالرذيل، والكل يعرفونهم هم وابائهم وعوائلهم المسيئين هذول، ويرجعوا لتاريخهم ويعرف اللي يسوي هيك حقد شنو يحمل من اخلاق، وشنو من الاسره اللي تنجب هكذا كلاب. لا تخافون، هذا الديره اطعمت بوقت الجوع وامنت الناس بوقت خوف، لكن هذول الكلاب ما يجازون الاحسان بالاحسان. والله الذي لا اله الا هو الا نقول الحق لو تروح عرقبه، والله الا نقول الحق لو تروح عرقبه، واللي ختم يصعد منبر جبان كلب حاله حالهم اللي يسكت. والله ما نسكت لو كان يصعد منبر محمد. قول الحق لا حد يخاف، والله الله الحقها والله اللي يشيلها، والله الله الحقها والله اللي يشيلها، وما نحكي غير هالحكي هذا.